الست دي شدت باب العربية بخفة كده، لكن الباب طار من مكانه حرفياً. الراجل لما شاف عربيته الجديدة بتتبهدل قدامه اتعصب جداً وطلب منها تدفع له $100,000 فوراً، لكن الست بكل برود لمست العجلة والعجلة وقعت على طول. لما شاف تصرفها الغريب الراجل على طول خبى غضبه وقال لمساعده يجهز له عربية جديدة. ولما رجعوا البيت طلعت حبيبته القديمة جريه وقالت له إن الست دي عندها حبيب جديد، ولما عرفت كده هددتها كمان. الراجل أول ما سمع الكلام ده طلع ورق الطلاق وقالها امضي، بس اللي صدمه إن مراته اللي طول عمرها مطيعة ليه وافقت بسهولة جدا. الراجل اتلخبط ومش فاهم إيه اللي خلاها تتغير كده فجأة. ساعتها الست بصت من الشباك وشافت الألعاب النارية وافتكرت إن الحفلة اللي كانت رايحة تحضرها قربت تبدأ. الراجل طلب منها تروح معاه الحفلة وهي وافقت فوراً، لأنها كانت حاسة إن الشخص اللي بتدور عليه من زمان ممكن يكون هناك. واتضح إن الست دي كانت عايشة حياة مش حقيقية، وكانت دايماً حاسة إنها في المكان الغلط. كانت بتدور على الشخص اللي تحس معاه بالأمان والحب الحقيقي. ولما وصلت الحفلة حسيت إن الشخص ده موجود فعلاً. الراجل اللي لفت نظرها كان راجل غني جداً وجاف الطباع. راحت له وسلمت عليه، لكنه افتكر إنها بتحاول تتقرب منه علشان فلوسه وقال لها تبعد عنه. الست حاولت تشرح بس هو مشي وسابها، لكنها ما استسلمتش. لبست فستان أنيق وطلعت ترقص على المسرح. الراجل اتسحر بجمالها ورقتها وافتكر واحدة كان بيشوفها في أحلامه وهي بترقص. ولما نزلت من المسرح عملت نفسها وقعت في حضنه ومسكت فيه جامد. الراجل وقتها اتلخبط وما بقاش عارف هو ليه متأثر بيها بالشكل ده.